تعبان البسباس تعبان جميل جدا، بيتغذى على البراز والسحالي الصغيرة. تعبان مقزم، طوله ما بيطولش عن كده غير حاجات بسيطة كمان، بيعرض عن كده حاجات بسيطة. أو أجيب لكم العرض بتاعه، وده كده آخر طوله، أو بيطول أطول من كده حبة كمان، آخره 60 سنتي. التعبان ده تعبان جميل جدا، بيقلد الكوبرا. طبعا ده أكتر تعبان عامل شبه الشخاخ كده، تعبان إن هو اسمه الشخاخ. بيعمل نفس وسيلة الدفاع بتاعته، إن هو بيتبرز على اللي ماسكه ده عشان انت تسيبه. ودي حركة تانية، وهو دي اكتر حركة مشهور بيها، وبيتسمى بتعبان الكبرى الكاذبة، او تعبان الكبرى ذات، مش فاكر اسمه، هو كبرى حاجة يا جماعة. طبعا يا جماعة ده بيقولوا الناس اللي بتشوفه تقول تعبان ارقم، تعبان ارقم. فعلا هو تحسه شبه تعبان الارقم، ولكن لا، هو مش تعبان الارقم. التعبان ده بيعمل حركة جميلة جدا، وهو زي ما قلنا بيشرع شبه الكبرى، وهنوريكم الحركة دي في آخر الفيديو إن شاء الله. طبعا يا جماعة تعبان صحراوي، بيعيش في الصحراء، بيدفن نفسه في الرملة. حتى بصوا شايفين مثلا شكل دماغه. أنا عايز أوريها لكم بالظبط. هو شايفين بقه من قدام عامل ازاي، في زي بسبوس صغير كده. يا رب مش عارف، يا رب ايوه هو طبعا باين اهو البسبوس الصغير قدام ده، ده بيساعده ان هو يدفن نفسه. طبعا اللي معايا ده مش اللي هو مش بتاعته كلها، عشان هو في حالة تغيير جلد دلوقتي، قرب يغير جلد. طبعا هو انا ممكن اصلا يغير جلد بكره او النهارده بالليل. ان طبعا عشان يغير جلد التمام معاك وتبقى صحته كويسه، لازم تبقى ميه اهم حاجه، عشان يكون فيه رطوبه ويكون فيه مصدر للشرب. طبعا يا جماعه هوريكم تعبان العرض، اخر عرض نوع التعبان ده اخر عرض للتعبان ده. وطبعا دي انتهى يا جماعه الحمد لله، وطلعت شايله بيض. انتهى شايله بيض يا جماعه اللي معايا دي. طبعا التعبان ده زي ما قلنا ده اخر حجم ليه، ده هيطول حبه كمان وخلاص. هو اول ما يوصل ل60 سنتي، ممكن يوصل سنتي كمان، اخر واحد 60 سنتي. التعبان ده مش هيطول عن كده خالص خالص. طبعا تعالوا بقى نوريكم بيشرق ازاي، ومقاس بيته بيكون عامل ازاي. مقاس بيته يا جماعه بيكون من 25 سنتي، 25 سنتي في 10 سنتي، او في 5 سنتي. هوريكم منظر البيت بتاعه دلوقتي. وده يتربى في اتنين مش واحد. بيعمل حركة برضه مقرفة، ان هو يعمل حمام على اللي ماسكه. طبعا يا جماعة ممكن من منظر ديله تفكروا ان ديله مقطوع، ولكن لا، هو حاجة ديله بيكون بالشكل ده. تعالوا نوريكم بقى يا جماعة وهو بيشرع. يلا بينا يلا بينا. استنى احاول اخليه يشرع، مش كان لازم حد يصورني وانا بخليه يشرع. بصوا يا جماعة، انا هحاول اجيب علبة هنا تكون قدامي اهي. عايز حاجة تسند التليفون. طيب طب تعالى انت، هقفل التليفون انتوا عشان يا جماعة هقفل الفيديو وارجع لكم تاني. طبعا يا جماعة ظبطت الكاميرا وقفتها. هجيب العلبة دي اهي، والتعبان اهو، نحاول نخليه يشرع. بص بص، يا رب يشرع. اعملها بقى اعملها بقى عشان الفيديو. بص بص اهي اهي، جاي. سيبه يجري عشان ايه اللي هو ايه، اديله امان. يلا. بص يا جماعة شرع ازاي، شايفين التشريعة؟ شايفين؟ عشان كده اتسمت بتعبان الكبرى الكاذبة. التعبان طبعا يا جماعة صحته كويسة، طبعا متوفر منه عندي هنا للبيع عادي. استنى اخليه يعملها التشريعة تاني. اللي جاي ماسكه هنا كده، جايبه هنا. بص التشريعة، بص يا عم شرع بقى يا عم، متكسفناش يا عم. استنى يا جماعة خليه يعملها تاني. يا جماعة اهو يعملها. اعمل بقى يا عم الحركة، عايزين نشرح. طبعا يا جماعة عشان كده هو اتسمى الكوبرا الكاذبة. وطبعا قلت اعمل لكم فيديو تاني عشان في نفس اليوم. طبعا يا جماعة يا رب يكون الفيديوهات دي عجبتكم. وبس كده يا جماعة، ده فيديو النهاردة. سلام. لا بس سلام ايه، انا نسيت اوريكم شكل البيت بتاعه بيبقى عامل ازاي. فيلا يا جماعة نوريكم شكل البيت، يلا. طبعا يا جماعة ده شكل البيت بتاعهم. شايفين هو واحد بيت ده دخل دفن نفسه، والتاني دلوقتي ممكن يدفن نفسه اهو. شايفين التاني جسمه بيتحرك اهو، بيخش تحت الرملة. انا عامل لهم بيئة صحراوية على زراعية شوية رملة،
التربه اللي كانت عندي متوفره. شايفين يا جماعه النتايه اللي شايله بيض بعرضها عامل ازاي؟ ان شاء الله يا جماعه لما تبيض هوريكم البيض بتاعها وهوريهولكوا وانا بحضنه. شايفين يا جماعه هم الاتنين بدأوا يدفنوا نفسهم، واخدين بالكم انتوا؟ بس كده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده. يا رب بس الاقي دعم على الفيديوهات دي، وبكره هنزل لكم فيديوهين تانيين او 3 فيديوهات تانيين عن زواحف مختلفة وعن حاجات أحلى وحاجات أجمل بياما. بس كده يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا في فيديو النهاردة. وبس كده يا جماعة، سلام.